انت اتهورت يا غريمي لما تروح تجيب لعيب لعب 102 مباراة سجل 15 وصنع 6، يبقى انت اتهورت. دي ارقام تهز اي فريق في الدرجه الثالثه. رفقا بالارقام يا جماعه، مش كده. الزمالك بيعلن عن صفقته الجديده ادم قايد، اللاعب 23 سنه فلسطيني سويدي. قال له ده قوي انت يا غريمي. الراجل اللي بدا في السويد مع نادي اسمه هيلسنجبورج مع الناشئين، وتصعد من الناشئين للفريق الاول. وفي حته هنا حلوه المفروض نقولها في حق الراجل برضه، ان الراجل لما ابتدى يتصعد من الناشئين اختار انه يلعب مع منتخب فلسطين عن انه يلعب مع منتخب السويد. سريعا كده وميزات الراجل بصراحه سريع، بيلعب جناح يمين، بيلعب جناح شمال، بيلعب وسط ملعب، بينزل في القلب برضه. الراجل بيعرف يعدي واحد على واحد، الكوره تحت رجل الراجل حلوه، يعني في ريحه كده من عبد القادر. الراجل بصراحه ارقامه من الناحيه التهديفيه مش احسن حاجه خالص، تحس ان هو حد عادي جدا، بس على الحقيقه الراجل تحت رجله الكوره بيبقى شكلها حلو. الراجل ممكن يقعد بالماتشين والثلاثه ما يجيبش جوان، وده اللي خلى النادي السويدي ما يفعلش بند الشراء، لانه قعد معاهم حوالي 3 مباريات ما بيجيبش اجوان. الراجل بصراحه ملوش في التهديفات، مش بتاع جوان، هو ممكن يصنع لعب، يعدي واحد على واحد. الحاجات دي بتعجب الزملكاويه قوي، يعني مش بعيد يبقى اسطوره هو كمان. يعني هم الزملكاويه بيحبوا الحاجات الواحد على واحد ومدرسه الفن والهندسه، انما بطولات وانجازات والكلام ده ما بياكلش معاهم. يعني الراجل بصراحه برضه في الدفاع مش احسن حاجه، ما بيرجعش مع زمايله، بيقوم بالدور الدفاع على اكمل وجه. الراجل فيه شويه مميزات وفيه شويه عيوب، ولو ان اشوف ان عيوبه اكتر. هنشوف هيندمج معاهم ولا مش هيندمج. ايا كان هيبقى احسن لهم من مصطفى شلبي يعني.